انت ممكن تكون فاكر ان انا نسيت في الفيديو اللي فات اقول كيك بيدفع كام للكريتورز، ولكن انا كنت قاصد علشان اقولها في الفيديو ده. اوبفيسلي يعني انا لازم اكمل في السلسله، عباره عن ان انا بعمل فيديو كل يوم علشان اوصل ل 2000 سبسكرايبر في اخر الشهر. بفكرك يعني بالجول، يعني فاهم؟ خليك معايا. وبالمناسبه انا عامل نوشن تمبلت، لو انت كمان عايز تعمل ديلي تشالنج لمده 30 يوم او اي عدد من الايام، يعني ممكن ابعته لك لو كتبت لي في كومنت. المهم انا عايز استغل هذا الفيديو علشان اقول لك على كيك يا جماعه. دي منصه جامده جدا لغايه دلوقتي، لانها بتدي بينيفيتس للكرييتورز رهيبه جدا، مفيش حد عملها قبل كده، وتقريبا هي هتتلغي قريب لان هي بينيفيتس كويسه جدا. اول حاجه علشان تبدا تفعل مونيتايزيشن وتبدا تكسب فلوس من كيك محتاج ايه؟ المتطلبات بسيطه جدا. هقول لك الاول يوتيوب بيحتاج منك ايه؟ 1000 سبسكرايبر و4000 ساعه مشاهده. طيب تويتش ريكويرمنتس فيها عامله ازاي؟ عندك 8 ساعات ستريم في 7 ايام مختلفين، ولازم يكون بيتفرج عليك 3 اشخاص على الاقل، وعندك 50 فولور. كل ده علشان تبدا تعمل فلوس. كيك يا عزيزي الكرييتور بيبدا يفعل السبس بعد اول 5 ساعات ستريم بس. مش لازم يكون الخمس ساعات دول حد شافك فيهم اصلا. يعني انت لو بدات ستريم لمده 5 ساعات ومحدش شافك وقفلت، انت كده فعلت السبس على كيك. طيب حلو جدا، جميل كده، انا فعلت السبس، الناس هتبدا تشترك معايا. بس انا عايز اعمل ستريم على كذا منصه في نفس الوقت. هل ده ينفع في كيك؟ طبعا. وعلى عكس منصات تانية زي تويتش، انت تقدر تعمل ستريم على اي منصه مع كيك في نفس الوقت. هاويفر تويتش مثلا بتمنعك ان انت تستريم على كذا منصه، ان هم اكسكلوسيف وبعض التيرز. لكن كيك افتح يلا فيسبوك وتيك توك وكيك وكله مع بعضه عادي، مفيش مشكله. ففي فلكسبيليتي. نيجي بقى للسبب الثالث والاهم والاكبر، واللي انت اصلا مستني الفيديو علشانه، علشان انا عملت تيزنج الفيديو اللي فات. الكرييتورز بياخدوا نسبه قد ايه ارباح من كيك؟ هقول لك برضو يوتيوب بيقسم ازاي مع الكرييتورز. يوتيوب بياخد 45% وانت بتاخد 55%، يعني اولموست 50% اليوتيوب و50% ليك. طيب تويتش بيدي لك 70% وبياخد هو 30% لغايه 40% على حسب الليفل. برضه عندك يوتيوب 50%، تويتش من 40 ل 30%، كيك بياخد 5%. 95% من ارباحك بتبقى ليك. يعني لو في 100 واحد عملوا لك سبسكرايب على كيك، كل واحد بيدفع لك $5 كل شهر، انت هتاخد $475، كيك هياخد بس $25. هل في منصه تانية في العالم بتشارك ارباحها مع الكرييتورز بنسبه 95% للكرييتور و5% للمنصه؟ دي مش موجوده، انا ما شفتش كده عن نفسي. خلي ده بيني وبينك. علشان كده كيك هي دلوقتي الحاجه الهوت دلوقتي. كل الناس موجوده على كيك علشان تلحق تاخد بيس من الكيك بتاعت كيك. لو في شخص دلوقتي قدامه سيدني سويني وقدامه كيك، هيروح يعمل اكونت على كيك دلوقتي على طول. بس كده، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. وبفكرك تاني التشالنج مستمر، لان انا مش هكسل، لان اخر الشهر ده هيبقى عندي 2000 سبسكرايبر بدلا من 1000. بس 10 سنين 1000 سبسكرايبر، شهر واحد 1000 سبسكرايبر.